مساء الخير عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتكم قناة أستيوس إغسات المياه. مرحبا بكم جميعا، نقولكم مرحبا بكم معايا في قناتكم. إن شاء الله الفيديو تاع اليوم يلقاكم بأتم الصحة والعافية. إذا اليوم جبت لكم كيكة أو جينواز سهلة راهي دايرة حالة في الانستغرام ودارت حالة بصراحة، اللي هي جينواز المكاو بالبسكوي يعني. وهنا وشنو راح نديرها اليوم بالماكاو. انت حبيتي اي بسكوي عندك بنين جيبيه، يعني ما تسحقيش كامل الفرينه. هنا ثاني سهله هذه، يتعلموها حتى البنات في عمر 16 في عمر يتبداو يتعلموا بهاد الحاجات هذوما سهله، باش هكا من بعد يدخلوا في الحاجات اللي يكونوا شويه صعاب. الوغ اللي عندها طفله تخليها تتعلم هاد الجينواز هذه سهله جدا، راح تفرح لانها ناجحه 100%. نروح مباشره مع المقادير وطريقه التحضير. هنا كما راكم تشوفوا انا هنا راح نستعمل المول تاعي اللي يرفد يعني حجم عائلي. هنا استعملوا المكاو هذا هو، ولا اي بسكوي كما قلت لكم اللي عندكم. عندكم هنا ثاني زوج كيسان تاع حليب، كل كاس ناقص اصبع، كل كاس ناقص اصبع. عندكم تاني كاس تاع زيت، وعندكم 6 مغارف تاع سكر، عندكم 6 حبات بيض متوسطين و2 خميرة حلويات. كما راني نقول لكم هنا الكاس هذا اللي تكيلوا به الحليب وتكيلوا به يعني الزيت نفسه. وعندي هنا الهاند بلندر اللي راح نخلط به او نرحي به. واش راح ندير؟ راح نجيبوه نحطوه في هكا في صحفه ديالنا ونكسروه كامل. يعني اذا حبيتي ترحيه من قبل ماشي مشكل، لا تحبي ترحيه وتحطيه ماشي مشكل. انا نديرو بيد نتاع المهرس عادي جدا، نكسرو هكا ومن بعد نصب فيه الحليب اللي هما زوج كيسان. هنا البنات يحبوا يديروا كما نقولوا حنا مول صغير، يديروا مول صغير معليش ما فيها والو. فقط يديروا الكميه النصف تاعها، ما يديروش هذه الكميه كامله. هنا درت الحليب درت الزيت، راح ندير الملح. عفوا هنا طاحت لي المغرفه. راح ندير زوج مغارف صغار تاع فانيليا، وراح نكسر 6 حبات تاع بيض بعد ما غسلتهم بطبيعه الحال ومتاكده ان البيض تاعي جديد. راح نزيد كذلك هنا نخلطهم شويه باش نضيف الخميره تاع الحلويات اللي هما 2 اكياس خميره حلويات كيما راكم تشوفوا. زوج اكياس تاع خميره حلويات. هنا حبيتو تضيفوا لها نسكافيه، حبيتو تضيفوا لها ملعقه او ملعقتين عفوا تاع كاكاو ماشي مشكل، يعني باش تزيدوا تدعموا هذيك يعني هذيك النكهه تاع الشوكولا. هنا راح نقوم بخلط او راح نضرب كامل الميكسي هذا الخليط تاعي كما راكي تشوفي حتى نتحصل على قوام يعني كريم يعود رطب ما فيه حتى حبه يعني تاع بسكوي. حيات قاعد لازم كامل يترحوا. نجيب المول تاعي اللي هو 40 على 30. هنا العلو تاعو تقريبا واحد 2.5 سنتيمتر تاعي. حبيتي تجيك خشينه ديريها في مول اكثر. نخبطها شويه وندخلها للكوشه. هنا راح نجيب ندير الشونتيي عادي. هنا الشونتيي ديروا كوب معمر بالشونتيي وكوب الا ربع من الماء يكون بارد بارد جدا، او ماشي ما ديري الحليب يعني كما تحبي. هنا راح ندير زوج مغارف تاع شوكولا تاع الطلي. انا استعملت صراحه الاوبتيلا بزاف بنينه وعطاتها واحد نكهه رائعه جدا. عفوا راح نخلطها حتى يتمازج كامل هذيك الشوكولا تدخل في الشونتيي ديالي. ثم بعد ما تكون حضرت الجينواز تاع الماكاو او تاع البسكوي اللي بدون فرينه ودقيق ابيض، راح نجيبها وهي سخونه. راح نجيب هذاك الكوب اللي كيلت بيه ولا كوب كيما هو يعني الكاس تاع الماء العادي عندنا في بيوتنا كامل، ونكيل به كاس تاع حليب يكون بارد جدا. وهذه هنا شوفوا البنات ما شاء الله يعني جات صدقوني روعه، يعني بهرتني النتيجه. راح ندير بالملاعق تاع بالملعقه هكا ومن بعد نصب لي بقيه كامل في الكاس. هنا هي راهي سخونه عادي جدا. بعد ما نكملوا نزينوها راح نتحصلوا على هذا الشكل الجميل والراقي والرائع. يعني راح نديروا كيكه بالبسكوي بزاف بنينه. يعني هنا راح نقول لكم ديروها وما راكمش راح تندموا. فقط هنا البنات انا راحت لي هذيك يعني الفيديو اللي كنت نصور فيه كيفاش، لكن عادي التزيين ديري كيما حبيتي كيما راكي تشوفي انا زينتها عادي جدا. إذا نتمنى الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم، نتمنى إن شاء الله تجربوه، ونتمنى كذلك تدخلوا كامل الجروب تاعنا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.